حامل في شهرين متجوزتش. ازاي راجل مبروك زيك مش قادر يعرف ان الولد مش ابنه؟ بعد النجاح اللي حققه مسلسل المداح أسطورة العيش في موسم رمضان 2023، الناس بدأت تتساءل حوالين وجود جزء رابع بعد النهاية المفتوحة اللي خلص بها المسلسل في موسم رمضان 2023. وجاي بقى النهارده أقول لك حوالين مصير الجزء الرابع من مسلسل المداح بطولة النجم محمد هلال، وهل هيكون معانا في موسم رمضان 2024 ولا لأ. قبل ما نبدأ الفيديو انزل ادعمني واعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة تجيلك لحد عندك. ويلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا ونقول بسم الله توكلنا على الله. وزي ما احنا متعودين نبدأ حلقتنا بالصلاة على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بداية كل حلقة. بعد تحقيقه نجاحات خلال ال3 سنين اللي فاتت، بتعاقد النجم محمد هلال على الجزء الرابع من مسلسل المداح هيتم عرضه على موسم رمضان 2024. ده بعد رمضان 2021 اخذ الحصان الاسود لافضل مسلسل لموسم رمضان 2021، واللي كان العرض بتاعه على قناة النهار. وبعد كده بتبتدي قناة MBC مصر ان هي تتعاقد مع النجم محمد هلال لمدة موسمين علشان يقدم مسلسل المداح أسطورة الوادي. برضه في سنة 2022 يخرج كأفضل مسلسل مع النجم أحمد مكي كأفضل مسلسل لسنة 2022 بتساوي مع مسلسل الكبير. وبعد كده في موسم رمضان 2023 بيتم عرض مسلسل المداح أسطورة العشق عشان يحقق نجاح أكبر في الموسم ده، يخرج من أفضل 5 مسلسلات في موسم رمضان 2023 علشان في الحلقة الأخيرة يتساب المسلسل مفتوح بعمل جزء رابع في موسم رمضان 2024. فحد هنا هيجي يقول لي المسلسل موجود معانا في شكل رسمي في موسم رمضان 2024؟ احب اقول لك ان النجم محمد هلال هيقدم جزء رابع من مسلسل باسم المداح سحر الكتاب في موسم رمضان 2024. وعلى ظهور النجم ماجد المصري كان الجن الاكبر في المسلسل. فقال النجم محمد هلال ان لسه طاقم العمل ما تعاقدش مع اي حد من الفنانين، المسلسل لسه ما انتهوش من الكتابه بتاعته ولسه بيكتبوا الكتاب خلال الاسابيع القادمه علشان يبداوا التصوير بتاعه خلال الشهر الحالي. مسلسل المداح الجزء الرابع لا هيكون شكل كبير جدا في اسم المداح سحر الكتاب. وجيت اقول لك ان المسلسل بشكل رسمي معانا في موسم رمضان 2024 بعد التعاقد مع النجوم هيكون من بطولة النجم محمد هلال وماجد المصري وهبة مجدي وخالد سرحان وحنان سليمان وتامر شلتوت لوني عبد العزيز. دول ابرز النجوم اللي بشكل كبير جدا هيكونوا موجودين في المسلسل 2024. خصوص بقى قصة المسلسل هيكون بشكل كبير جدا ان في سحر هيكون موجود في الكتاب جوه ايد صابر المداح. هيعرف الفنان ماجد المصري اللي هيكون قايم بدور الجن اللي هيكون اسمه القزح خلال احداث المسلسل، وهيبدا ان هو يدمر حياة صابر المداح. صابر مش هيكون عارف يتخلص منه بسهولة، والمسلسل هيكون موجود معانا في رمضان 2024 بنسبة 100%. تحديثات هنطلع نتكلم عنها في فيديو جديد ان شاء الله. وبس كده ونكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واللي كانت على مسلسل المداح سحر الكتاب اللي هيكون معانا في موسم رمضان القادم لسنة 2024. لو انت وصلت معايا لحد اللحظة دي فانزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان كل حلقاتنا الجديدة تجيلك لحد عندك. وبس، سلام عليكم.